جديدة وشيقة جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ويلا بينا نبدأ بسرعة. عمرك كنت قاعد مرة واحدة لقيت شخص جه على بالك وبتفكر فيه بطريقة غريبة، وان هو اصلا ما كانش على بالك ابدا ولا انت كنت بتفكر فيه، ومرة واحدة لقيت نفسك ان انت بيوحشك، ان انت عايز تكلمه، بتنام بتحلم بيه، يعني طول الوقت شاغل بالك ومش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط؟ او عمرك مثلا جيت تتصل بحد قبل كده ولقيته هو اللي بيتصل بيك وبيقول لك ده انت جيت على بالي مرة واحدة وقلت اتصل بيك اسأل عليك؟ او ممكن مرة قبل كده كنت نايم وحلمت بشخص معين وبعدين صحيت من النوم لقيته بيتصل بيك وبيقول لك وحشتني؟ او ممكن كمان في حاجة كمان بتحصل معانا كتير، ناس بتكون بتعاملنا بطريقة كويسة جدا وحلوة جدا وما فيهاش اي مشكلة خالص، وفجأة بنحس ان احنا مش حابين الشخص ده او مش حابين وجود الشخص ده وما نكونش مرتاحين في وجود الشخص ده ابدا، ومنعرفوش ليه مع انه ما عملش معانا اي شيء وحش. ده بسبب ان حقيقة مشاعره ناحيتنا انتقلت لينا من خلال اشارات من المخ، ودي حاجة اسمها التخاطر. التخاطر ده يعني بتبعت رسالة من المخ لمخ الشخص اللي انت حابب ان انت تبعت له الرسالة. يعني دي حاجة ربنا خلقنا بيها وادانا النعمة دي ان احنا نقدر نعملها، مع اننا اصلا عمرنا في حياتنا ما نعرف عنها حاجة، بس احنا طول الوقت كنا بنستخدمها من غير ما نحس. زي ما انت مثلا لما بتقعد تفكر في حد كتير قوي وتلاقيه وحشك قوي وان انت نفسك تكلمه، وفجأة تلاقيه بيتصل بيك وبيقولك انت جيت بقى على بالي فجأة انا حابب ان انا اكلمك مثلا، او ان انت وحشتني فحبيت ان انا اسأل عليك، ويفضل يتكلم معاك ويشوف اخبارك. او ممكن تلاقي الاكونت بتاعه طلع قدامك فجأة من غير اي سبب، لان انت بس بتفكر فيه فانت جذبت الشخص ده ليك، او ان انت عملت له تخاطر من غير ما تحس. طيب ايه هو التخاطر ده وعبارة عن ايه بالظبط، وهل هو حرام او حلال؟ ان انا ماليش ان انا اقول الحاجة دي حرام او حلال، بس انا هقول اللي انا فاهماه واللي انا عارفاه. ان التخاطر عبارة عن اشارات بتبعتها من مخك لمخ الشخص اللي انت حابب تبعت له رسالة. في ناس كتير بتفتكر ان التخاطر ده عبارة عن ان هو جن، سحر، عفاريت، تحضير ارواح. فناس كتيرة جدا بتقول ان هو حرام بسبب ان هم فاكرين ان ده عفاريت او سحر او حاجات مش يعني ملهاش اي اساس من الصحة. فده مش حقيقي ابدا. فلو على الاساس ده بيقولوا ان هو حرام، فلا، هو مش حرام، لان دي حاجة ربنا اديها لنا، او دي نعمة او قدرة ربنا اديها لنا ان احنا نقدر نستخدمها، بس احنا منعرفش ازاي نستخدمها وازاي نستخدمها صح من غير ما نبوظ الدنيا. انا هعلمكم النهاردة ازاي تعملوا تخاطر وازاي توصلوا رسالة للشخص اللي انتوا بتحبوه. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة لازم تكون قاعد في مكان هادي جدا، وياريت تكون مطفي النور، ويكون الوقت التخاطر ده في الوقت اللي انت تكون متأكد فيه ان الشخص ده موجود في البيت او نايم او ما بيعملش حاجة تكون شغلاه، لان هو لو كان مشغول مش هتوصله رسالتك بسهولة زي ما هو لو كان مثلا نايم فهيجيله رسالتك على هيئة حلم تقوله مثلا اللي انت حابب ان انت تقوله. تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة لازم تعمل تمرين التنفس. تمرين التنفس ده ان انت تاخد نفس عميق جدا من مناخيرك وتطلعه من بقك. تمام؟ تعمل التمرين ده ممكن 5 6 7 مرات لحد ما تحس ان انت فعلا استرخيت، وان انت فعلا يعني طلعت كل الافكار من دماغك ونقيت افكارك تماما، وبدأت ان انت تفكر في الشخص ده بس. تخيل ان هو موجود معاك في المكان اللي انت موجود فيه، اذا كان اوضة او مكان الهادي اللي انت قاعد فيه. تخيل ان هو جه ووقف قدامك، وانت حضر رسالة تكون قصيرة وواضحة وما يكونش فيها كلام كتير، علشان خاطر الرسالة توصل واضحة ما يكونش فيها كلام كتير، فيبقى مفيش رسالة محددة انت بعتها للشخص فهو ما يفهمش انت عايز ايه. فانت تحدد يعني رسالة قصيرة جدا، زي مثلا كلمني، اتصل بيا، ابعت لي رسالة، ايا كان اللي انت حابب ان انت تبعته للشخص ده علشان خاطر يكلمك. فكر فيه وشوف الشخص قدامك وتخيل ان انت بتقوله الكلام ده، وبعدين ارجع اعمل التنفس ده تاني وتخيل ان الشخص ده وافق على كلامك واخد بعضه وطالع بره ومشى واختفى خلاص. ابدأ اعمل التمرين التنفس ده تاني
3 مرات 4 مرات، وبعد كده ابدأ فتح عينك بهدوء جدا وبس كده. واهم حاجة لازم تكون ما عندكش طاقة سلبية جواك، علشان خاطر ده ممكن ينقل الطاقة السلبية اللي جواك، زي مثلا ان انت مشتاق لشخص جدا وان انت حاسس بالحزن من جواك لان الشخص ده بعيد عنك، مثلا ان انتم منفصلين او ايا كان السبب اللي مخليك زعلان، او ممكن يكون سبب اصلا مش متعلق بيه، بس انت من جواك فيك طاقة سلبية او فيك حاجة مضايقاك من جوه، فده ممكن يبوظ التخاطر ويخليه يعمل نتيجة سلبية، يسبب لك ان ممكن ان هو يعمل لك بلوك، او ممكن ان هو يحس ان هو مش طايقك بسبب المشاعر اللي انت استحضرتها وانت بتعمل التخاطر معاه. ممكن في ناس تبقى حزينة وتعيط وهي بتعمل التخاطر، او بتحس ان هي في جواها حزن وهما بيعملوا التخاطر، او بيتخيلوا نفسهم ان هما بيعيطوا قدام الشخص ده. ده سيء جدا وغلط جدا، وما ينفعش ان هو يتعمل اثناء التخاطر، لان ده بيبعت للشخص طاقة سلبية جدا، بيخليه ان هو ينفر منك ويبعد عنك، وهو مش عارف ايه السبب، وانت برضو مش هتعرف ايه السبب، وهتفتكر ان السبب هو التخاطر اللي انت عملته، وان هو فاشل والكلام ده كله. بس مش كده خالص، الفكرة كلها ان انت اللي نقلت له الطاقة السلبية دي من جواك. فلازم لما تكون بتعمل التخاطر ده تكون هادي جدا، ويكون في وقت تكون نفسيتك فيه مرتاحة جدا، او انت لو نفسيتك مش مرتاحة حاول ان انت تهدي اعصابك على قد ما تقدر، وتطلع كل الطاقة السلبية اللي جواك وتملى نفسك طاقة ايجابية، بس في وجود الشخص ده معاك اثناء التخاطر. واثناء ان انت بتبعت التخاطر ده لازم تكون هادي جدا ويعني عقلك مليان طاقة ايجابية، علشان خاطر ما يأثرش بالسلب على الرسالة اللي انت هتبعتها للشخص ده. وبس كده، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. لو عجبتك الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب، وعلقوا لي في الكومنتات وقولوا لي حابين اتكلم عن ايه تاني. لو عندكم اي استفسارات ابعتوها لي. باي.